اللي ما تقلش يا ميدو. ايوه إيه عجبني الأخبار؟ الجامبر ده. ها عجبني اتفضل شغل عالي. حبيبي. يلا. ايه هنقول ايه بقى من اللي ما تقلش؟ مش عارف بتعمل ايه بقى. تاني غير الكوره؟ انا بعمل حاجات كتير. طب انا اقول لك على حاجه بقى حلوه. انا من الناس اللي طول عمري فاكر ان انا اتجوزت وانا صغير. اتجوزت عندي 25 سنه. صغير. صغير ها. صغير. صحيت من النوم كده لقيت عندي ولدين. وانا عندي 27 سنه عندي ولدين توأم الحمد لله ربنا يخليهم يعني. بس بعد ما رجعت لورا كده وكلمنا انا وانت اكتشفت ان انا ما اتجوزتش صغير خالص. اتجوزت. انت اتجوزت قبل مني بكتير يعني. انا 25 سنه كنت شايف ان انا طفل. يعني لا هو كل واحد ليه ظروف مختلفه. اتجوزت عندك كام سنه؟ 19. 19. يا نهار ابيض. اتجوزت 19. طبعا يعني عملت ايه عشان خاطر؟ ويسرى اصغر مني ب6 شهور. ايوه بس اللي عنده 19 سنه ده يعني بيروح يقول لاهله ايه وبيقول لاهلها ايه في الزمن بتاعنا كمان. خلي بالك الكلام ده سنه ايه؟ 99 2000 مثلا 2000 اتجوزت 2001 2002. 2002. انا شايف ان انت يعني كل ما بتتاخر في الجواز كل ما بيبقى القرار اصعب. كل ما القرار اصعب. يعني انا في رايي ان انا لو كنت فضلت لغايه سن 30 31 32 و33 ما اتجوزتش كان ممكن ما اتجوزش. تتعود على العيشه لوحدك. تتعود على العيشه لوحدك. ودي النقطه الثانيه ان انت كل ما بتكبر بتنضج اكبر. فالقرار بيبقى اصعب لان فكره ان انت تعيش مع حد فكره صعبه بالذات وانت مسافر بره. ان ده حد ده هيجي يقعد معاك. فاهمني؟ والموضوع فيه جزء كبير جدا حظ. لان انت الجواز ده انت ممكن تقعد تحسب الحسبه وتقعد تعمل بقى استادي للقصه ودي تنفعني ولا لا واصل دي طباعها هتمشي مع طباعي ولا لا وبتاع. اي راجل وست لما بيتقفل عليهم باب الطباع بتتغير. وفي حاجات كتيره جدا ان انت ما تعرفهاش عنها وهي ما تعرفهاش عنك. بتبتدوا ان انتوا في كونفليكت كبير جدا. هي متربيه في بيت بشكل معين وانت عايش حياه تانية خلاص ومتربي في بيت بحاجه تانية. ف القرار نفسه في جزء كبير جدا في توفيق من ربنا. مهما حسبت حسبتك في توفيق من ربنا. انت ممكن تبقى حاسب حسبت وشفتها كتير. في صحابي كتير مثلا كانوا مصاحبين وخاطبين مراتاتهم قبلها ب6-7 سنين واتجوزوا شهرين وطلقوا او جوزوا سنه وطلقوا. جوزوا صغيرين برضه. في جوزوا صغيرين في جوزوا كبار. الموضوع فيه توفيق من عند ربنا كبير جدا. وانا متجوز بقالي دلوقتي 22 سنه ما شاء الله والحمد لله يعني. ولو انا دلوقتي قلت لك ان انا البطل الحقيقي للقصه دي ابقى انا كذاب. لان البطله الحقيقيه هي يسرى بجد. لان مش عشان حاجه يعني عشان يسرى. ودي واحده من الحاجات اللي عجبتني فيها ان هي دماغها اكبر من سنها بكتير. وشي doesn't get influenced. ما بتتاثرش بكلام الناس اللي حواليها. يسرى عارفه هي عايزه ايه كويس قوي. ومهما حد قال لها ومهما حد حاول ياثر عليها هي مش هتتاثر. هي عندها هدف واحد بس ان هي تحافظ على بيتها. برافو عليها. بس انت كنت شايف الكلام ده عندك 19 سنه؟ كنت شايف ان هي ذكيه جدا وان هي سنها في تفكيرها سابق عمرها بكتير. هو الستات على فكره خلي بالك بالطبيعه هم دايما سابقنا في التفكير. الستات في العلاقه ان انت تبقى عندك ان انت في ريليشن شيب يعني في كل حاجه الستات اقوى من الرجاله. انا بجد مش بقول كده مش هزار يعني. انت دور على كل الستات والرجاله اللي انت تعرفهم اهالي اصحابك بعماتك بخالاتك بكل الكلام ده هتلاقي في البيت ان الستات صح. جامدين في المواقف صح. في المواقف الجامده هم هتلاقيهم جامدين جدا اجمل مننا. خلي بالك ان احنا بنبقى اطفال كتير بس هم فعلا حتى فسيولوجيا هم بينضجوا بدري عننا صح. فاهمني؟ ده الستات يعني. هي كانت سابقه سنها بكتير جدا. فهي البطله الحقيقيه للقصه بتاعتي. لان انا راجل مش سهل. دلوقتي بقيت سهل بس وانا صغير كنت نايت مير يعني كابوس غير طبيعي. وجزء كبير جدا منه التربيه. الست بص هي معادله صعبه جدا
ازاي الراجل يحسس بنته ان بيت ابوها دايما مفتوح لها، وازاي ان هو في نفس الوقت مش مفتوح لها. يعني عندك ظهر في اي وقت ترجعي، ده المكان اللي بترجعي له، بس ده مش معناه انك تسيبي حياة جوزك وبيت جوزك وتبقى اهم من حياتك الشخصية. يعني انا بشوف ان غلطة كبيرة جدا. خلينا نتكلم ان ليه دلوقتي في حالات طلاق كتيرة جدا. ليه؟ لان ابهات كتيرة جدا اللي هو مقوي بنته. هو حلو ان انت تقوي بنتك، بس لو قوتها زياده عن اللزوم هي اوتوماتيكلي في اول مشكله، تاني مشكله، تالت مشكله هتقول لك طب انا عارف نفسي ليه، طب ما انا ارجع اعيش مع ابويا. فاهمني؟ عايش مع ابويا وعايشه ملكه مع ابويا، وبيحسسها ان الدنيا سهله. وفي بنات بتقول لك انا اروح ايه اعيش لوحدي. فانا كنت محظوظ جدا وانا اتربيت في بيت كده على فكره. يعني انا اختي اتجوزت وهي عندها 21 سنه، اتجوزت دكتور مخ واعصاب كبير وراجل، يعني راجل محترم جدا. بس ابويا طول عمره يعني ايه راجل مؤدب جدا. اختي في وقت من الاوقات مثلا قالت انا عايزه اتطلق، انا خلاص انا عايزه اتطلق، تمام. ابويا قال لها ماشي خلاص انت عايزه تطلقي، ده قرارك الاخير. ده قراري الاخير. قال لها خلاص هتيجي تعيشي معايا كانك عندك 17 سنه، الخروج بحساب، الدخول بحساب، بعد الساعه 6 7 مفيش تاخير في البيت، هترجعي عندك 16 سنه، ده شرطي الوحيد. انما هتروحي تعيشي لوحدك وهتعملي والقصه وبتاع، انا عيالي وبتاع، اختي عندها عيال كبار، فاهمني؟ فايه ابويا كان عنده الحته دي، وحمايه عنده الحته دي برضه. ف مش معنى كده ان انت بتسيب بنتك ان هي تجبر على حاجه معينه او كذا. فاحنا عندنا في خطوط حمراء. الراجل عمره ما يضرب الست، والراجل اللي يضرب الست مفيش هزار. فانا الحمد لله متجوز بقالي 22 سنه، عمري ما اديت ايدي على مراتي، رغم ان هي بتستفزني استفزاز غير طبيعي يعني. بس عندي مبدا اتربيت عليه ان انا يعني ايه هزعق لها بتاع. لكن في حاجات معينه لو انا جالي مثلا قالوا لي ان في حد ضرب اختي هفرمه هموته، فنفس الكلام ان القصه ما تنفعش ان هي تمشي بالشكل ده. في خطوط حمراء اللي هي الست بتطلق فيها، يعني الست تطلق فيها. انما دلوقتي اللي بقت اسهل حاجه عند البنات ان انا عارف ايه انلاكي، كوره جت في العارضه، فاهم؟ معلش خلاص اتطلق، فاهم اللي هو. وبستغرب ان الاهالي بيبقى الموضوع بالنسبه لهم عادي، ان اتطلقت ورجعت تاني وخلاص الامور عادي ومفيش مشكله وعايشه حياتها والامور كويسه. فده بيسهل الامور على اي بنت او على اي ست. فالحقيقه البطله الحقيقيه يسرى واهلها، ان اهلها فعلا يعني مش عايز اقول لك ان انا لغايه دلوقتي لما بتخانق مع يسرى بتخانق معاها خناقه جامده، اللي بيحل القصه امها فعلا. حماتي ست عظيمه جدا يعني. ده ايه في ايه وايه اللي حصل، مهما كانت القصه ايه هي بتسهل الامور، بتعرف تتكلم معاها وبتاع، تفصفص لي، تبص تسلك لي الدنيا كده وتجيبها لي ايه يعني الدنيا كويسه. فموضوع الجواز ده بالنسبه لي كان فكره برضو. انا كان عندي زي فكره لما انا قلت لك ان انا الهدف بتاعي ان انا سافرت مش هرجع لو انا ناجح. برضو انا لما اتجوزت انا ده تحدي بالنسبه لي ان انا مش هطلق مراتي، انا هحافظ على البيت ده مهما حصل. وجاء اكيد في النص كان عندنا مشاكل، واكيد في النص كان عندنا لان اتجوزنا صغيرين، فما بتكبر شويه بقى بتبتدي حاجه انت تتغير وهي تتغير وحاجات وكذا. بس انا كان عندي تشالنج جوايا دايما ان انا الجوازه دي مش تفشل، انا هفضل سايق الجوازه دي كويس، فاهمني؟ لدرجه ان انا تعمدت ان احنا نخلف بدري. ليه؟ لان انت اوتوماتيك لما بتتجوز بعد فتره الريليشن شيب بتبقى فلات شويه، فاهمني؟ صح. طبيعي. الحمل والخلفه والكلام ده بيخلي فيه خد وهات ما بينك وما بينها تاني. راح تعمل سونار، رايح معاها الدكتور البتاع، انت عامله ايه كذا، كوميتمنت، كل الكلام ده كله. فدي نقطه يعني برضو من الحاجات المهمه جدا. خلي بالك انا خلفت علي او يعني علي وانا عندي 21 بعد الجواز بسنتين تقريبا. علي مواليد 2004. فدي برضو عارف الموضوع الخلفه ده بيزق زقه طبعا. التزام بالذات بعد ما الولد بيجي يعني او البنت يعني بتزق زقه مع بعض.
لازم يبقى الطرفين عندهم حته ان احنا مش اسهل حاجه ان احنا نسيب بعض. بس انا عايز اسالك عن حاجه في اللي انت بتقوله ده. انا دايما عندي راي انه البني ادم بيختلف. يعني اللي كان عنده 19 سنه غير اللي عنده 28 غير اللي عنده 35. وزي ما انت بتقول كده لو كنت اتاخرت، يعني انا دايما اصحابي اللي بيتاخروا بقول له انت مش هتتجوز خلاص. يعني اللي عدى 35 ده مش هتتجوز، ده خلاص بقى انت خدت على ان انت رايح جاي بتعمل اللي انت عايزه في اي حته في اي وقت جوه البيت وبره البيت. مش عايز حد يقول لك يسالك اي سؤال انت مش مضطر تجاوب عليه لانك مش عشان مش عايز، بس يعني مش حاضر في دماغك انك تجاوب عليه. فهيصحى النهارده يتجوز يبقى عنده 35 سنه ولسه بادئ، ده يومه بيبقى مختلف ويومه طويل جدا قبل كده. فانت مش شايف ان ال الاختيار البريفرنس بتاعك بيتغير؟ يعني اختياراتك وانت عندك 19 سنه وانت عندك 35 سنه وانت عندك 28 سنه ونص، اختياراتك بتتغير. انت نفسك طلباتك في الشخص اللي انت عايز تعيش معاه راجل او ست. ما هي الست الذكيه اللي برضو بتغير نفسها، تكيف نفسها على جوزها. ده جزء برضو من الذكاء. مش الذكاء ان ست تستحمل بس. الست الذكيه هي شايفه ان جوزها بيتغير وده يسر عشته معايا، فهي كمان بتغير حاجات جواها عشان نقدر الدنيا تمشي. فاهمني؟ وانا برضو في حاجات مثلا انا شايف ان هي خلي بالك الستات مش 80% منهم 100% منهم بيجي لهم مرحله معينه بيتجننوا بجد. فسيولوجيا بيحصل لهم بعض التغيرات دي. يعني واحده مثلا من ضمن الحاجات اللي انا قريت عنها مثلا، تعرف ليه الستات زمان في الفلاحين كانوا بيلبسوا المناديل دي؟ ليه؟ لا ما اعرفش. الست لما بتبتدي تخش في السن اللي بتقطع عندها بيبتدي يحصل لها هيت في جسمها. الهيت ده بيخليها مش طايقه حد. فعارف زمان الستات الفلاحين كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيحطوا في المنديل ده تلج. يا دي معلومه جديده. احط في المنديل ده يعني انا عارف ان في التغيرات بيحصل بيبقى الجسم فعلا سخن والهيت، بس اول مره اعرف ان بيحطوا تلج. كانوا بيحطوا في البتاع اللي ورا دي، بتاع عامل كده، وبيحطوا ورا تلج عشان يبردوا جسمهم. فالستات بتتغير. بس انت لو انت بقى متجوز متاخر عمرك ما هتعرف تستحمل ست لما تخش بقى في ال40 والكلام ده، عمرك ما هتعرف تستحمل. انما لما تكون خدت الكلام ده بدري فبتبتدي. انا دلوقتي بضحك يعني مثلا ساعات الاقي يسرا دي نازله من على السلم، موضوع تافه جدا، مشيت السواق قلت له. فزمان كنت بتخانق معاها اساسا. انا بس عشان انت واخدني في موضوع جد قوي، والموضوع ده لازم نفهم. يعني انا يسرا انا بقول لها انا محظوظ ان انا يعني عارف يسرا، وبقول لها دايما يعني انت بالك طويل قوي. لا ساعات يعني لا يعني حتى في ساعات يا معلم. لا يعني شفتها في البروجكت بتاعك ذا ميكر، انا بقول لها انت بالك طويل. يعني انا طول عمري فاهم ان انا خلقي واسع جدا. يعني الستات كلها راجل بالي طويل. بشوفها بقول لها انت بالك طويل قوي. لا ساعات بتبقى طبعا راكبها الجنونه والشعوذه حاجات تافهه جدا. فبقول لك بتصرخ على حاجه، يعني انت مشيت سواق من غير ما تقول لي فبقعد اضحك. الموضوع يعني عادي. يعني اعمل ايه اصلا؟ لو دخلت معاها في ديبيت وقعدت اتخانق معاها وبتاع يعني مش يعني خلاص مش هخلص. فده انت بتوصل له بقى بعد عمر طويل جدا. فالموضوع مش خناقه. انا بحس ان في ناس بتخش موضوع الجواز ده ان هو خناقه. مين احسن، مين اقوى، مين كذا. الموضوع ما فيهوش لا مين اقوى ولا في مين اذكى ولا في مين كذا. في دي مركب لازم تفضل ماشيه. والراجل الجدع اللي يبقى اخر حاجه عنده ان هو يتخلى عن بيته. صح. وجالي خلي بالك يا وقت اوقات كتيره جدا كان ممكن اسهل حاجه ان انا اطلق، بس انا كان عندي مبدا دايما ان انا مش هطلق، انا همشي بالبيت ده لقدام حتى لو في حاجات صعبه. مفيش راجل على فكره ما بيجيلوش وقت بيزهق من مراته، بالذات بعد فتره طويله بتزهق وهي بتزهق. الوقت ده محتاج بقى الشخصيه الحقيقيه تبان بتاعت الاثنين. ان الراجل الجدع بجد، الراجل الجدع اللي ما بقاش اسهل حاجه عنده ان هو يسيب مراته وعياله، ان هو لا خلاص ان انا متضايق. وفي خلي بالك في رجاله كتيره جدا بعد فتره بيبتدي الحياه بتاعت العزوبيه توحشه، فيبتدي ان هو بيتلكك. ودي شفتها كتير، بيبتدي ان هو يتلكك ان انا كذا وكذا. عايز يلاقي المشكله انه انا مش ان هو عايز يرجع تاني للقصه دي. ودي برضو مراحل مريت بيها واكيد انت مريت بيها.
ان خايبك ان انت تبقى عايش سنجل، ده مفيش لذيذه قوي يعني. ان انت خارج سهران وراجع بواحده والدنيا حلوه ومعلق واحده من مكان، يعني قصه حلوه يعني لذيذه يعني بالنسبه لان انت سنجل يعني. صح. بس انا بقول دايما في الحته دي يعني ان كل حاجه في الدنيا كوين كده ليه وش وظهر. يعني انت تبقى سنجل دي حاجه حلوه قوي بصراحه ومبسوط وبراحتك ورايح وجاي وبتاع، وبعد شويه كده بتحس ان انت كان يعني المفروض يبقى معاك بارتنر يعني يسندك في حاجات، تتكلم معاه، يشاركك الحاجه، فاهم؟ وفي نفس الوقت العكس، زي ما انت بتقول كده الواحد ممكن زي اللايف سايكل اي وقت ممكن تزهق والامور تبقى فيها ابس اند داونز، بس برضو الجزء الحلو اللي فيها ان انت اللي انت افتقدت ناحيه التاني فيه بارتنر. انت عارف ان انا مثلا ساعات دلوقتي ارجع البيت تبقى يسرى مثلا في ذا ميكر مثلا ومفيش حد من العيال في البيت، فاخش البيت 5 دقايق بالظبط واروح واخد العربيه تاني وماشي. ما اقدرش ان انا ارجع البيت العصر دي الاقيه فاضي مفيش حد، لا مش هقدر اقعد لوحدي. فما تخيلش ان انا ايه دلوقتي يعني بعد دلوقتي ان انا اعيش لوحدي. ولكن برضه ارجع لك تاني يا منعم، ناس كتيره جدا بيتجوزوا they get married for the wrong reasons. هتلاقي واحد ما بيحبش واحده خالص بس متجوزها عشان دي بنت كذا فلان، فاهمني؟ وابوها اصل ده ابوها هيسندني في كذا، او انا هشتغل. خلي بالك ده بقول لك على ناس جامده جدا يعني، هشتغل عند ابوها او كذا او كذا. الحسبه دي دايما بتنتهي بالفشل. حسبه ان انت داخل جوازه ان هي مشروع، ان هي بروجكت، عشان اللي انت بتقوله ده اي حاجه ممكن من الحاجات دي تبوظ. يعني عشان ابوها كذا ابوها ممكن يموت. لا ما بيبقى عايز ان هو وفي ستات برضو بتبقى متجوزه راجل for the wrong reasons، ان هو ده يامن لي حياتي وبتاع. انا في رايي ان الناس اللي بتعمل كده اغبياء. في حاجات كتيره جدا لازم تاخدها بعقلك. الجواز قرار من القرارات اللي لازم يبقى 70% قلب و30% عقل، مش العكس. يعني معظم القرارات اللي هي الشغل بتاعك، نادي رايحه، مش عارف ايه وبتاع، المفروض طبيعي ان 70% عقل و30% قلب. بس الجواز لا، الجواز لو عملته العكس دايما هتفشل فيه. تعرف مرة انا افتكرت مرة انت حكيت لي، عايز اسالك على موقف من المواقف اللي حصلت مع يسرى. يعني تبقى ايه اكتر موقف متخيل انه ثرو الوقت ال 22 سنة ده كله كان موقف يعني مش هيحصل تاني؟ بس يعني انا بفتكر معاك في موقف مره انت حكيته لي، كنت راجع من امستردام، يعني مشيت من نادي من امستردام او من جنت حاجه من امستردام ورايح على مصر، وبعدين فجاه في ديل حصل somewhere else. سيلتا فيجو صح؟ هو الوقت ده صح؟ كانت يوصل معاك في المطار صح؟ وبعدين انت عملت ايه؟ قول انت بقى عملت ايه. انت قلت لي، انا اقول لك انت قلت لي وقول لي صح ولا غلط. انت قلت لي انا سبتها في المطار بالشنط بكل حاجه وخدت طياره ثانيه وطلعت على اسبانيا صح؟ بس يسرى بص عمري يعني انا يسرى كنت بقى مثلا ايه، يسرى انا مضيت في مارسيليا يلا سهل كده يسرى انا رايحين نعيش في الدوحه يلا. خلي بالك هي دي مش ديكتاتوريه، بس انت لما بتشرك معاك حد في قرارات لسه اقول لك احساسك بالشراكه، انه لما بتشرك حد معاك في قرارات مهمه قوي هتاثر على قرارك ساعات بالغلط. يعني هي هتاثر على قرارك بالغلط، لان هي في حاجات هي مهما فكرت هي عمرها ما تفهمها، وفي حاجات هي الصوره الكامله مش هتبقى عندها. الانفايرمنت اللي انت فيها في الشغل مثلا مش هي الانفايرمنت اللي هي فيها يعني. بالظبط. فانا في حاجات انا وعلى فكره والستات غصب عنهم ممكن يعطلوك عن قرارات مهمه جدا في حياتك، لان هم مثلا ايموشنال اكتر، وان هم كذا وان هم كذا. فانا لا، القرارات اللي هي المصيريه دي بقول لها، معظم القرارات دي بقول لها بعد ما اخدها. بس انت امتى تاخد رايها؟ يعني باخد رايها في حاجات اللي هي ايه يعني اصل خلي بالك ان انا حاسس زي ما يكون يسرى موصياني في الحلقه دي. هسألك كل الاسئله اللي بتاخد رايها، ما بتاخدش رايها خالص، بتاخد رايها. باخد رايها في حاجات كتير، بس الحاجات المصيريه قوي الست تعطلك. صدقني الست تعطلك، لان الست
عندها حته جوا في بلايند سايد هي مش تبقى شايفاه. الشغل اللي انت عايشه والتاثير اللي عليك في الشغل وانت في الشغل، كل ده هي مش هتعرف تحس بيه. هي تحسب حسبه تانية دايما. ساعات بيبقى مهم ان انت تسمع راي مختلف، لكن انا في الحاجات المصيريه دي بقعد مع نفسي، اقعد افكر كويس قوي واخد قرار. بس انا حاسس ان دي كاركتر مين، يعني انا حاسس انه في ناس تانية تبقى شايفه انه لا انا عايز اسمع من اللي حواليا، ايا كان مين اللي حواليا من القريبين مثلا، فاهم؟ وفي ناس تبقى شايفه انه ده اللي بره الموقف، انت شايف ايه وانت بره الموقف، يعني فاهم قصدي؟ اقول لك ايه، ان هي بره الموقف. فممكن يعني انت مش حاسس ان دي كاركتر اكتر، يعني ده ميدو، هو ده انا يعني ده انا. وفي حاجات قرارات انا خدتها غلط، كان ممكن لو خدت راي يسرى كان ممكن ان هي، وفي حاجات هي قالت لي عليها ما سمعتش كلامها فيها، فاهمني؟ وكان رايها صح فعلا بالظبط. الموضوع القرارات ده انا دايما، انا طبيعه شخصيتي ان انا لما بحس ان حد ممكن ياثر على قراري. ثم تقول لي قرارين العكس، يعني واحد انت ما سمعتش كلامها وكان صح، والتاني انت لو كنت سمعت كلامها كنت هتروح في حته ثانيه خالص. وكويس انك ما عملتش كده. لا يعني مثلا قرار اعتزالي، ان انا اعتزل وانا عندي لسه ما تمتش 30 سنه، ده قرار صعب جدا. تمام. فلو انا اخدت راي يسرى، انا رميت لها الموضوع قبلها كده ب3-4 شهور، رميته لها انا بفكر ان انا اعتزل. انت مجنون، انت لسه عندك 29 سنه، انت كذا، انت بتاع. هي عمرها ما هتفهم ان انا خلاص مش قادر، افادي نف وخلاص تعبان وخلاص بتعور. هي مش تفهم ان انا مش قادر اخش الصراع النفسي ده تاني. احساسك مختلف بنفسك في الملعب. مش هتفهم ان انا بلعب في نادي اسمه بانزلي درجه تانية وبلعب مع لعيبه ما اعرفهمش، وان انا هي مش شايفه الجزء ده. فبالنسبه لي ان انا افضل اتناقش معاها في موضوع ان انا هعتزل، ده تضييع وقت. ممكن تقول لك انا فاهمه، لكن مش تبقى حساه، يعني زي ما انت مش هتحسه حاجات عمرها هي ما تحسها لما انا احسها. و بحته الجواز ده هقول لك على موضوع محدش يعرفه. انا اخر 2-3 من الكارير بتاعي ابتديت انزف جامد. تنزف؟ بنزف نزيف. وانا كنت قوي جدا ان انا ما ببينش حد حاجه، بينش ان انا بنزف. انا فعلا بنزف. اقول لك بنزف ازاي. انا وانا عندي 27 سنه كده خدت قرار ان انا 27 سنه انا هرجع العب في الزمالك، وكان قراري بحب الزمالك ونفسي ارجع العب في الزمالك شويه وبتاع، يعني جنان شويه. ف نزلت لعبت في الزمالك وما خدتش فلوس، ما خدتش ولا جنيه. تمام. وبعدين عشان امشي من الزمالك ارجع اوروبا، رجعت لعبت في وست هام وما خدتش فلوس، كنت فلوس قليله جدا. وابتديت اصرف من ايه؟ السيفنجز بتاعتك، من الفلوس اللي انا محوشها. وبعد كده قامت الثوره. فانا الفلوس اللي عندي كلها، الحاجات كلها بتاعتي حاططها في اسيتس، عندي اراضي، عندي عقارات، عندي كذا، بس فلوس فعليه مش معايا. فخدت قرار ان انا ارجع، وبعد كده رجعت الزمالك تاني، بعد كده رحت اياكس تاني، وكنت باخد مينيمم سالري. كل ده انا بحارب ان انا عايز ارجع الكارير بتاعي. فبضحي بايه؟ ما هم مش هياخدوا ميدو اللي بياخد 2 مليون يورو في السنه، هياخدوا ميدو اللي فلوسه قليله. فبضطر ان انا اقبل ديلز قليله عشان خاطر ايه؟ ارجع العب، عشان خاطر عايز اقف على رجلي، اقف على رجلي تاني. وبعد كده رجعت الزمالك تاني وما خدتش ولا جنيه. كل ده انا بعمل ايه؟ بصرف. ما هي دي اللي بتنزف. بصرف، بنزف لغايه ما في الاخر رحت لعبت في نادي اسمه بانزلي، وكنت باخد 4000 باوند في الاسبوع. 4000 باوند ده بعد التاكسز بيبقى حوالي 2.5، اللي هو فلوس البنزين اللي انا بروحه ايه، رايح جاي بالعربيه. فبيعتبر برضو ان انا ايه، بلعب ببلاش. فوصلت المرحله في الاخر ان انا ايه، انا خلاص الكوره مش هتدخل لي فلوس. وابتدت السيفنجز بتاعتي تقل لغايه ما بقت فلوسي ابتدت ايه، تنقص خالص. يعني لدرجه ان انا جالي وقت من الاوقات ما كنتش عارف ادفع المورجج بتاع بيتي. ده اللي ما اتقالش بجد. ها، عمري ما كنتش معايا فلوس ادفع المورجج بتاع بيتي في انجلترا. ستراجلينج بيج تايم.
والاول مره يمكن اقول الكلام ده، جالي وقت من الاوقات ان انا رحت اشركت يسرا في الموضوع، ان يسرا ابتدت تحس ان في حاجه غلط، انت ايه؟ فابتديت اقول لها، فابتديت ان انا اسافر واسيب ليسرا في البيت فلوس قليله جدا، 500 جنيه استرليني. اقول لها انا معيش الا الفلوس دي، الفلوس دي الفلوس اللي معايا. وكانت يسرا بتاخد الفلوس دي وتتصرف وتمانج الامور وكل حاجه وبتاع، يا جدعه. وعمر ما في بني ادم عارف الكلام ده، ولا امها ولا امي ولا كذا ولا اي حد ولا امي. يعني انا امي لما تسمع الحلقه دي تبقى اول مره تسمع الكلام ده. ال 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 فابتدى الناس بتقول ميدو اعتزل ليه؟ انا اعتزلت لان انا خلاص، انا الكوره انا بتعور كل شويه، ما بيجريش انديه كويسه، الدنيا صعبه. فابتديت ان انا هعيش ازاي؟ ولادي في برايفت سكولز في انجلترا. البرايفت سكول في انجلترا دي مثلا انت بتتكلم الولد مثلا 14,000 باوند في السنه. خلاص مش عارف اجيب فلوس من الكوره. وهقول لك على حاجه بقى مهمه جدا انا عملتها. فابتديت افكر هعمل ايه اللي المفروض اعمله، فهدخل فلوس ازاي؟ ما انا خلاص الكوره بالنسبه لي خلاص ايه، هكمل هلعب في انديه تعبانه واخد فلوس تعبانه وبتاع والكلام ده. فابتديت ادخل فلوس ازاي؟ فرحت ابتديت افكر في حته الميديا، ان اسهل حاجه ان انا ادخل منها فلوس دلوقتي وانا كويس فيها واوريدي عندي قبول فيها هي حته الميديا. تمام. فابتديت رحت انا مكلم في الجول، بتوع في الجول كانوا اصحابي يعني، كلمتهم في التليفون. فقلت لهم بقول لكم يا جماعه ايه رايكم نعمل برنامج ديجيتال؟ فقالوا لي يعني ايه برنامج ديجيتال؟ ما كانش في حاجه اسمها برامج ديجيتال رياضيه. انا اول واحد عملت برنامج ديجيتال في مصر، في تاريخ مصر. فقلت لهم يا جماعه ايه رايكم اعمل برنامج ديجيتال؟ فقالوا لي هتعمل ايه؟ قلت لهم هبعت لكم محتوى كل اسبوع، شويه حاجات قصص وهنعمل وبتاع، وانتوا تعملوا لها جرافيكس وكده، وتعالوا ايه ننزلها اونلاين، تعالوا ننزلها عندكم في الجول. فقالوا لي طب هتتعامل معانا ازاي؟ قلت لهم مش هاخد منكم فلوس، نمضي عقود على الكلام ده تمام، بس الاعلانات بتاعتي وهديكم منها 15% 20%. قصه كده يعني. فقال لك حلو، ميدو هيعمل لنا برنامج وقصه حلوه ومش عارف ايه وبتاع. المهم يعني رحت عملت البرنامج ده، كان اسمه ميدو ديجيتال، ما اعرفش تفتكروه ولا لا. تعرف البرنامج ده كنت بصوره ازاي؟ كان عندي صندره كده فوق في البيت، يسرا بتقف تصورني وجايب خلفيه خضراء وايه، بصور المحتوى ابعته لهم على وي ترانسفير ده ما اعرفش ولا ايه وابعت لهم، وهم بيعملوا جرافيكس ومش عارف ايه وبتاع. ورحت رايح بقى البرنامج ده لشركتين كبار جدا يعني مش عارف اقول اسمهم دلوقتي، ب 3 مليون جنيه. ورحت واخد الفلوس. ده سنه كام الكلام ده؟ 3 مليون الكلام ده مثلا سنه 2013 كده يعني، ايام بقى الدنيا كانت متجبسه خالص يعني مفيش حاجه خالص. وما اشتكيتش لحد. ابتديت ان انا رحت رايح لقناه الحياه، انا اللي مكلمهم ايه رايكم اعمل لكم برنامج من هنا؟ قالوا لي يا ريت. قلت لهم طب خلاص اعمل برنامج ايه العالمي، هتدوني قد ايه؟ قلت له كذا طق. فابتديت ايه، اخد فلوس من هنا واخد فلوس من هنا. المهم مين بينقل الدوري الانجليزي؟ خلي بالك بقى انا بعرض نفسي على الناس. مين بينقل الدوري الانجليزي؟ ابو ظبي الرياضيه. فكان في راجل كده انجليزي اسمه سايمون ماسك ابو ظبي الرياضيه. جبت نمرته كلمته في التليفون انجليزي، هلو سايمون هاو يو دوينج ميت؟ قال انا ام جود وبتاع، ميدو مش عارف ايه وبتاع. فقلت له يعني انا شايف ان انتوا بتعملوا استوديوهات وكده وبتاع، انا ثينك اي كان بي انفولفد، انا ممكن ابقى معاكم، وانا بعرف احلل ماتشات، بعرف احلل الكوره كويس، انا بفهم في التاكتكس كويس. فقال لي اوكي فير انف وبتاع. انا ايه، في ماتش الاسبوع اللي جاي توتنهام ومانشستر يونايتد في الوايت هارت لين، تيجي تحلله؟ فقلت له لعبتك دي بقى انت رايح توتنهام؟ راح توتنهام ملعب وايت هارت لين. فقلت له تمام هاجي احلل الماتش. فالراجل قال لي هتاخد كام؟ فقلت له مش هاخد ولا جنيه، ولا مش هاخد ولا دولار ولا جنيه. فالراجل قال لي انت ليه يعني؟ فقلت له لان انا اول مره احلل، بص اول مره احلل، فانا شايف يعني هاخد منك ايه يعني 1000 باوند يعني 2000 باوند، انا مش عايزهم، انا هاجي احلل واجرب. رحت يا منعم عملت استوديو، كان معايا خالد الشنيف، كان معايا اسامه اعتقد مقدم تقريبا يعني في ابو ظبي. ودلوقتي دخلت قعدت اتفرجت على الماتش، بكتب واخد الموضوع سيريس جدا يعني، تك 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 التغييرات التحركات مش عارف ايه. دخلنا بين الشوطين، فخالد الشنيف بيحلل كويس جدا جدا. خالد الشنيف خلي بالك معلم في التحليل، ومن احسن الناس اللي حللت معاهم في حياتي. فدخل فلقاني بقول ان فيرجسون لازم الشوط الاولاني عندهم مشكله ناحيه الشمال، ان بيتعمل دبل اب على مش عارف مين، وبتكلم تك 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 تك.
خالد شريف بص لي اللي هو بيقوله ده. انا اول مره اشوف حد يعني بيتكلم الكلام ده حد عربي وبتاع. خالد الشريف بيفهم. فخالد الشريف بعد ما بين الشوطين خلص قال لي ميدو هو انت اول مره تحلل؟ قلت له والله اول مره اخش استوديو احلل ما حللش اول مره. قال لي لا برافو عليك وبتاع. عملت استوديو جامد جدا ببلاش. بص ربنا مين بيتفرج على الاستوديو ده؟ ناصر الخليفي. ناصر الخليفي في عز الوقت بقول لك يا منعم اللي الدنيا ضلمه معايا ضلمه. ف طبعا ما حدش يتخيل ان ميدو يعني كان وصل للمرحله دي يعني فاهمني. بس انا ايه الجامد يعني فاهم. يعني مستحيل حد يعرف الحكايه اللي انت حكيتها دي وان انت بتعرض نفسك على الناس والناس شايفه انك بتطلع في ابو ظبي وتوتنهام بس مش عيب. لا بالعكس في ناس كتير قوي ميدو النهارده معلش بس لازم الحته دي لازم تسمعها الناس انه في ناس كتير قوي النهارده لمجرد ان هو خارج من جامعه فلانيه او عايش في مستوى فلاني او اشتغل في اماكن فلانيه ان هو ما يتعبش وما يفضلش يحاول وانه ينجح وانه يوصل لحاجه اعلى وانه عادي ينزل يعمل حاجه ما كانش بيعملها بايده ينزل يعملها بايده عشان يتعلم اكتر وكذا. فاللي انت بتقوله ده انا راجل اي حد مكانه يقول انا راجل نجم هتدفعوا لي كام عشان ما هو ده بقى خلي بالك ان في ناس كتير بتستراجل ليه بعد ما تبطل ان هو بيتعالى بيفضل جواه ان هو ايه انا فلان النجم. انت وانس ان انت اعتزلت لازم تنسى ان انت نجم. لازم خلاص انت داخل كارير تاني ايا كان انت داخل ممكن تبقى نجم فيه بس لازم تتعب من الاول تاني ان انت تبداه من الاول. فالمهم بعد الاستوديو ده تاني يوم لقيت ناصر الخليفي بيكلمني. كانت بي ان خطفت الايه البريمير ليج من ابو ظبي الرياضيه. ناصر الخليفي اول مره يكلمني. انا قابلته قبل كده في موناكو زمان في التنس. ميدو حبيبي ازيك. كان ناصر رئيس بي ان راجل جميل راجل بحبه يعني لغايه دلوقتي صاحبي جدا يعني. ميدو انا اتفرجت على الاستوديو امبارح. ده استوديو عامله ببلاش تمام. فقلت له ابو غانم انا يعني بتاع ايه رايك؟ قال لي ايه رايي؟ انت اجمد واحد شفته عربي شفته بيحلل في حياتي. انا عايزك معايا في الجزيره الرياضيه. احنا السنه الجايه هناخد البريمير ليج. قلت له طب يعني استنى شوف القصه يعني. مفيش استنى انا هعمل لك اللي انت عايزه. تعال انت ومراتك وعيالك. هدخل مراتك عيالك مدارس وهعمل لك كذا وبتاع اللي انت عايزه وانت هتبقى انت اللي ماسك عندي الشغلانه دي كلها. فقفلت وعيطت لان انا كانت دي اول انفراجه يعني ايه. كنت انا كل ده شايل هم كبير جوايا. انا مش عارف اعمل ايه. الشغلانه دي انا هتمشي معايا كويس ولا القصه ايه. ورحت الدوحه ودرست هيستوري زي ما بقول. ورحت اشتغلت الشغلانه وكبرت فيها والحمد لله بقيت احسن واحد ايه بحلل. بس الخلي مش بقيتش احسن واحد بحلل ان انا مرتكز على المعلومات اللي انا خدتها وانا لعيب. ابتديت ادرس تاكتكس واخش اتفرج على فيديوهات واخش اتفرج على اندي جراي. وابتديت اروح القناه الاستوديو الساعه 2 بروح من الساعه 11 اقعد مع العيال بتوع الريدبي اقعد اجيب لقطات وبتاع لدرجه ان هم كانوا بيكرهوني لانه مش متعودين ان حد يعمل معاهم كده واعمل وكذا وبتاع. فالناس ابتدت انا بوريك ان انت لما بتخلص في حاجه ربنا بيزقك صح. ابتدت الناس ان هي كلها بعد ثالث رابع استوديو ايه ده وش فريش لسه مبطل نجم بيتكلم في الكوره كويس بيعلم الناس حاجات وهو بيتكلم وما بيعقدش الامور عليهم ما بيحاولش يتمنظر على الناس. فابتدت الموضوع التحليل. انت فاكر ايامها ولا لا؟ طبعا فاكر. وبعدين زي ما انت بتقول بس في حاجه انت بتقولها مهمه قوي. في ناس تبقى بخيله في المعلومه يعني مهما هو عارف مش عايز يقولها كل يقول بيقولوا لازم كله تقولها لازم تقولها وتقولها ببساطه. وابتديت اتعلم من الناس اللي شغاله معايا. ابتديت اكبر في التحليل. كبرت في التحليل من كتر ما انا كنت جامد جدا في التحليل. كمال درويش رئيس نادي الزمالك كلمني وانا قاعد على البحر قاعد لذيذه جدا الساعه 5 المغرب. وكان بيدرب نادي الزمالك كابتن حلمي طولان. التدريب مش في دماغي خالص يا منعم خالص. انا بحلل ماتشات ومبسوط جدا ومراتي جت وعيالي جم دخلوا مدارس والحياه رجعت تاني ارتاحت تمام. عملت كونتراكت 3 سنين ب 40,000 دولار في الشهر والدنيا حلوه ومفيش اي مشكله والدنيا ايه جميله جدا. وخلاص ايه هزق معايا بقى لغايه ما الدنيا تفك في مصر ونبيع الاسيتس دي ونبتدي نشوف هنعمل الدنيا ايه وبتاع كل الكلام ده كله. ف رئيس نادي الزمالك بيكلمني
نادي الزمالك حاجه كبيره جدا يعني، وانا عندي كام سنه؟ 30 سنه. 30 سنه صغير جدا يعني. ميدو دكتور كمال درويش راجل مؤدب جدا يعني. ميدو مساء الخير. مساء النور يا فندم. تدرب الزمالك؟ قلت له هدرب يعني فرقه كام سنه؟ قال لي فرقه كام سنه؟ قال لي لا هتدرب الفيرست تيم. انت انا اتفرجت عليك في الاستوديو، انت بتفهم كوره اكتر من كل الناس اللي في مصر. قلت له يا فندم لو انت جد انا هستقيل من بي ان وهاجي. هستقيل من بي ان وهاجي، فما ينفعش ان انا اجي لك مصر وتقول لي اصل انا غيرت رايي. قال لي لا انا واخد قرار مجلس اداره بالاجماع ان انت المدرب الجديد للزمالك، انزل لي بكره. رحت راكب الطياره ونازل، قابلت الدكتور كمال درويش استنى انت زملكاويتك نقحت عليك يعني. انت مش اي حد في الموقف اللي انت لا حكيته بس ده. هو شرف، بس هو شرف. ونزلت نادي الزمالك، دربت الزمالك ببلاش. دربت الزمالك ببلاش، كونتراكت زيرو ماني ببلاش. فاهمني؟ طب والعيشه اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، الاهم بقى من كده اللي انا عايز اقول لك عليه، والنعمه دي وحياه اولادي. فعز بقى ما انا كنت عايش الحياه اللي هي الضنك دي اللي انا بقول لك عليها، كانت حياه يعني الدنيا كانت مقفله معايا. بس خلي بالك انت الدنيا لو مقفله معاك وانت الناس عارفه ان هي مقفله معاك، انت ايه هتبقى ريليفد يعني صح. عادي. بس ان انت انا حتى مش عايز اقول لاي بني ادم، لان صعبان على نفسي ان انا حد يحس ان انا ايه، ان انا سترانجلينج في الفلوس. ميدو اللي هو على طول عنده مع بجيب عربيات رولز رويز وبنتلي وفراريز ومش عارف ايه، مش doesn't make any sense يعني. ولو الناس انا قلت لهم كيف تكوني بضحك عليهم. ف يسرا ابتدت تعرف خلاص. يسرا عرفت انا ما قلتلهاش. يسرا حست خلاص ان في حاجه مش طبيعي، ابتدت تحس ان في حاجه مش مظبوطه. المهم قبل بقى ما اعتزل على طول في الوقت بقى الصعب جدا اللي هو بتاع بانزلي ده، كنت سبت الزمالك وعملت شكوى وخدت حكم ان انا ليا 12 مليون جنيه عند الزمالك. وانا اقسم بالله منعم ما معايا في الاكاونت بتاعي 8000 استرليني. تمام؟ واتحسب لي ب 12 مليون جنيه للزمالك. شفت فيديو في التلفزيون ان جمهور الزمالك بينادي على اسمي بعد ما انا مشيت. بعد ما انا مشيت صحيت الصبح كتبت على تويتر ان انا قررت التنازل عن مستحقاتي كاملة لصالح نادي الزمالك. ورحت باعت المحامي رايح اتحاد الكورة متنازل عن الشكوى. هي دي الوقت اللي انا اتنازلت فيه عن الايه، عن فلوس الزمالك، لان انا حسيت ان انا الزمالك في ازمة والجمهور بيحبني. ما ينفعش ان انا ايه، ان انا اشتكي الزمالك في الوقت ده حتى لو انا عندي ايه وعندي وقت صعب. بس انت لما بتعمل حاجه بنيه كويسه ربنا بيعوضك على طول. انت فاهمني قصدي ولا لا؟ يعني انت بتعمل حاجه بمبدا كويس ربنا بيعوضك على طول بحاجه كويسه. والسنه اللي انا نزلت بقى فيها الزمالك دي اشتغلنا الحمد لله كويس وخدنا الكاس وطلعنا لعيبه صغيره كويسه. طلعت لعيبه صغيره كويسه. ولكن كان الوقت ده ارجع تاني بقى للحته بتاعت ايه، استنى بقى يسرا يعني بتاعت يسرا موصياني. مش موصياني انا بهزر. بس الحق بس انا عايز اعرف الوقت اللي انت وانا كنت بقول لك قول لي قرار ما كنتش هتقول لها عليه، فانت كنت بتكلمني عن الاعتزال، وانت لو كنت قلت لها كانت هتوقفك. كانت هتوقفني طب وايه القرار اللي كنت سمعت، خلينا نهزر مع يسرا بس. ايه القرار اللي كنت سمعت يسرا فيه كان هيبقى قرار يعني كويس انك ما سمعتش كلامها؟ يعني قرار قلت لها انا هعمل 1 2 3 قالت لك لا العكس، وانت قلت لها لا انا هعمل اللي انا اعمله كويس ان انت عملت. من ضمن القرارات اللي كنت عايز اعملها ان انا هاشم ابني الصغير كنت عايز اسميه دياب. كنت عايز اسميه دياب لان انا وانا صغير كنت بحب صاحبي جدا اللي هو احمد دياب اللي هو رئيس رابطه الانديه دي. انا دلوقتي بتخانق معاه على فكره، ما بتكلمش معايا. ف متخانقين مع بعض يعني. بس ساعتها كان صاحبي جدا يعني وبحبه جدا انا وستيل لغايه دلوقتي بحبه يعني رغم ان انا متخانق معاه بس بحبه يعني. الخلاف في الراي لا يفسد من الود قضيه. فكنت ساعتها اسمي ابني الصغير دياب. وطبعا امي ويسرا كانوا بيعيطوا دياب ايه، مفيش عيل صغير اسمه دياب. ورضخت اليوم في الاخر امي بقى حلفتني دياب ايه مفيش ولا فيه، وسميت في الاخر هاشم. ما كانش اسمه هاشم خلاص كان اسمه دياب. حلو ده. حلو ده. بس انت سمعت كلام يسرا فيه ده؟ ده سمعت كلام يسرا. انت ما سمعتش كلام يسرا فيه؟ ما سمعتش يسرا كلام يسرا حاجات كتير. وكويس. ايه القرار اللي كويس انك ما سمعتش كلامها؟ مش فاكر والله.
يعني قالت لك مثلا ما نروحش ما نسافرش وانت سافرت ما تروحش توتنهام ما ترجعش مصر، ما ترجعش الزمالك يسرى ابويا الله يرحمه وبتاع، ما ترجعش الزمالك. مفيش حد بيلعب في اياكس معلش مع احترامي يعني وبيجيب اجوان وبيلعب جنب سواريز وبتاع يبقى هدفه انه يرجع الزمالك يعني. رجعت الزمالك دي برضو كانت يسرى بتتحايل عليا وابويا واخويا ما ترجعش الزمالك، ورجعت. ما سمعتش كلام حد ورجعت. وخسرت كتير جدا خلي بالك، لان رجعت الزمالك ايدني غلط. وهي دي كانت الفتره بقى. في حلقه تانية هقول لك بقى الحته بقى انا اعتزلت ازاي يعني. حلو الحلقه، حلو شغل جامد 100. دي كانت حلقه النهارده من اللي ما اتقالش. تابعوها على السوشيال ميديا بتاعتنا وعلى جوجل بودكاست وعلى سبوتيفاي وعلى القناه بتاعت اليوتيوب بتاعتنا.